عايز تكون مبرمج محترف؟ خلينا نوريك ازاي تفكر زي المحترفين بالأوبجكت اورينتد بروجرامينج. I learned Code Academy for online courses. تخيل انك بتصمم لعبة، كل شخصية في اللعبة هي عبارة عن اوبجكت، والاوبجكتس دي بنبنيها من الكلاسز. نقول تاني، يبقى الكلاس هي التصميم الأساسي لكل الشخصيات، والاوبجكتس هي الكائنات، وهنا هي الشخصيات اللي بنبنيها من الفئات. هنا في المثال احنا عرفنا كار 1 وكار 2 دول 2 اوبجكتس، وكل اوبجكت ليه خصائص اللي هي البروبرتيز زي الموديل والفاول ليفل والبراند. يبقى انشأنا نوعين من عربيات السباق، وكل اوبجكت يقدر يعلي السرعة بالطريقة المخصصة ليه. الانكابسوليشن هو حماية البيانات باستخدام الخصوصية. في المثال عملنا انكابسوليشن للفاول ليفل بحيث ما تبقاش قيمتها سالبة او بالنيجاتيف. واخيرا الانهيرتنس، لو عندك عربية عادية اللي هي كلاس كار، ممكن تصمم عربية محترفة تورث منها. وهنا في المثال الكار هي الكلاس الأساسية اللي بتحتوي على خصائص أو بروبرتيز زي البراند والموديل والفاول ليفل، وعندها وظيفة القيادة الدرايف. إنما الريس كار اللي هتورث من الكلاس كار بتورث منها كل الخصائص، وبتضيف وظيفة ليها جديدة زي بوست اللي هي تزويد السرعة. يبقى في البروجرام لما تستخدم كلاس الكار بتقدر بس تستخدم الدرايف، انما لما تستخدم الريس كار بتقدر تدرايف وتعمل بوست اللي هي زيادة السرعة. الخلاصة ان الاوبجكت اورينتد بروجرامينج هي طريقة لكتابة الكلين كود، والكلين كود ده اللي يقدر اي ديفلوبر يقرأ الكود بتاعك بطريقة سلسة وسهلة. وطبعا دي طريقة المحترفين في كتابة الكود. طبعا احنا اتكلمنا عن بعض الكونسبتس في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، انما الاوبجكت اورينتد بروجرامينج مليانه كونسبتس تقدر تساعدك في كتابه الكلين كود زي ما اتفقنا علشان تقدر تنضم لاكبر الشركات. لو عايز تعرف اكتر عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج تقدر تنضم معانا في I Learn Code Academy في كورس ال OOP وتطور من مهاراتك. I learned Code Academy for online courses.